السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وستر وراحة بال، اللهم امين. صباحكم فل وهنا وورد وياسمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله النهارده هنعمل وصفة كرواسون هتعجبكم جدا. لحبايبي بقى اللي ما بيحبوش يشغلوا الفرن، هنعمل مع بعض الكرواسون المقلي بطريقة سهلة وبسيطة. المكونات كلها من قلب البيت. يا دوب لو بس حبيتي تعملي صوص شوكولاتة أو تشتري قطعة شوكولاتة من برّه، هو ده بس اللي أنتِ هتشتريه، وبألف هنا وشفا على قلبكم. سمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل نشوف المكونات بتاعتنا. بولة فاضية ناشفة مش مبلولة خالص، هانزل بيها بنُص علبة زبادي. علبة زبادي دي كانت عندي، خدت نُصّها يعني معلقة، معلقة كبيرة كده مليانة، أو قطعة لبن رايب. معايا بقى هنا نص كوباية سمنة على زيت مش مليانة، نص كوباية زيت وحط عليها معلقة صغيرة سمنة. تمام. تمام مش مليانة، يعني تلت، يعتبر تلت كوباية زيت عليها معلقة سمنة. بجيبهم كده على بعض واضربهم زي ما حضراتكم شايفين، يا بالمضرب يا بالمعلقة زي ما حضراتكم شايفين كده. بدوب السمنة، هي اصلا يعني مش جامدة قوي، هي سمنة بلدي. تقدري تحطي اي سمنة تكون ريحتها كويسة عندك. بنحط سمنة ليه؟ علشان تطري معايا العجينة وتنعم. قلّبي كويس جدًا ونعّمي العجينة، نعّمي الزبادي في قلب السمنة. هانزل عليهم بمعلقة صغيرة من الخميرة الفورية وعليها معلقة من السكر، يبقى معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. هانزل عليهم بشوية مَيّة دافيين وأقلّب بقى الكلام ده كلّه مع بعض. باحط المَيّة الدافية ليه؟ عشان تنشّط معايا الخميرة، وقلّبي كويس أوي علشان السكر معاكِ يدوب. طب لو السكر ما دابش، السكر بتيجي بقى تسوي المعجنات بتاعتك، بتبصي تلاقيها محببة كده، عاملة علامات كده زي نقط كده غامقة شوية. معايا بقى هنا 3 كوبايات من الدقيق، الكوباية المعيارية اللي هي البلاستيك الحمرا اللي انتوا بتشوفوني بعاير بيها دي. دول 3 كوبايات من الدقيق، انخليهم كويس جدا، عليهم رشة من الملح. يبقى 3 كوبايات دقيق وعليهم رشة من الملح. أنا مبطّئة لكم التصوير بتاع المكونات علشان تركّزوا. معايا هنا كمان معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر مش مليانة يعني. طب لو أنا عايزة أحط مليانة وعاير كويس، هتحطي بقى نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بطرف المعلقة اللي هي بتاعة الشاي اللي بنقلّب بيها الشاي. معايا مَيّة دافية كده، وهاخد بقى المَيّة شوية بشوية. المعيار اللي أنا باحط بيه ده، الكوباية دي الصفرا دي عيارها نُص كوباية، يعني دي العيار بتاعها نُص كوباية. هاحط بقى، حطيت الأول النُص كوباية، هتاخد معايا كمان نُص كوباية كمان. كنا حاطين في الأول تقريبًا ربع كوباية معلقة كبيرة من الزبادي، يعني تعتبر خدت معايا كوباية ونُص من السوائل. قلِّب بقى كويس كده مع بعض لغاية ما العجينة كلّها تتجانس معايا وتتماسك معايا. مش بنعجن كده وخلاص بحيث إن هي أضيّع الدقيق، لأ، إحنا عايزين ننعّم العجينة عشان المعجنات بتاعتي تطلع حلوة وهشة، وفي نفس الوقت لو قعدت معايا شوية ما تبرولش. أتمنى بقى نحط اللايك ونتابع الفيديو للأخير علشان كل معلومة في قلب الوصفة في قلب الفيديو تنتبهوا لها كده، والوصفة تطلع معاكِ ناجحة بأمر الله. باسلِّك إيديّا كده، باجيب رشة من الدقيق واسلِّك إيديّا. طبعًا العجينة طرية لإن طبعًا فيها زبادي، تبقى طرية شوية. المعجنات اللي بيبقى فيها بيض وزبادي بتبصوا تلاقوها بتلزق شوية معايا. سلِّكت إيديّا بشوية دقيق ورُحت غسلتها كده تحت الحنفية ورجعت أعجن بقى. كانت العجينة بقى سِبتها 5 دقايق كده اتشمّعت مع بعضها، تبتدي تعجني. طبعًا العجينة بتلزق معاكِ، أيوه، فيها تلزيقة خفيفة، ما تحطيش دقيق تاني ولا أي حاجة. المهم تعجنيها لغاية ما تمُط معاكِ زي الأستك. باجيب البولة واحط عليها نقطة من الزيت خفيفة كده، أغلِّف بيها العجينة، نقطة بس كده، غلِّفي بيها العجينة. وغطّي معايا بقى العجينة بتاعتي كده في قلب البولة، وتحطّهاش على الرخامة، حطّي تحتها فوطة أو سيليكون علشان طبعًا الرخامة في السقعة بتبقى متلجة. رُحت بقى عملت التخمير السريع بتاعي، اللي هو عبارة باجيب طبق أكبر من البولة وباحط فيه مَيّة دافية واحط العجينة بتاعتي عشان نخمّر العجينة بسرعة. باجيب بقى كده الفوطة وامسح البولة من برّه من أي دقيق فيها، واشيل بقى الكيسة اللي إحنا مغلفين العجينة بمعلقة زيت. عمر ما الكيس اللي فوقيه أو الإسترتش اللي إحنا مغلفين بيه العجينة يلزق معايا. خلاص ما شاء الله اختمرت واتضاعف حجمها معايا. هاقطّعها بقى ل3 قطع. أنا بصيت قطّعتها لقطعتين لقيتها ما شاء الله كبيرة، فقطّعيها معاكِ ال3 كوبايات دول ل3 قطع.
بُصّي ما شاء الله كبيرة، لمّا تيجي تفرديها وتيجي تلمّيها بقى هتبُصّي تلاقيها كبيرة أوي معاكِ، فخدت قطعة من هنا وقطعة من هنا وعملتهم معايا 3 قطع. تقدري بقى تسيبيهم ترتاح لمدة 10 دقايق وتبتدي تفردي، وتقدري بقى إيه تفردي أول واحدة على طول. أنا بقى غطيت الاتنين الأخارة دول بكيس نايلون، وجبت بقى رشة من الدقيق فوق وتحت، لإن العجينة طبعًا فيها تلزيقة. تقدري بقى تحطي بدل الدقيق تحطي مسحة من الزيت خفيفة جدًا على إيدِك وعلى الرخامة، وتبتدي تفردي. بس أنا بقى إيه فضّلت إن أنا أعمل الدقيق، طبعًا العجينة مش مرتاحة معايا، كنت باعمل بسرعة، فتحسي إن هي ما طلعتش مدوّرة، إحنا عايزينها تطلع دايرة. عايزينها تطلع دايرة عشان الكرواسون بتاعي يطلع حلو وجميل كده. طب انتِ مش هتورّقي، لأ مش هنورّق المرّة دي، الكرواسون المرّة دي سهل وسريع وطِعِم، طعمه حلو أوي، أوي، أوي. إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتعملوها وولادكم هيحبوها، سهلة وبسيطة. طيب هي بقى طلعت بقى معايا مش مسوية، ما فيش أدنى مشكلة، هاقوم جاية جايبة المقطع كده ومسوياها على قد دايرة، على قد ما أقدر. طب العجينة اللي طلعت يا نجلاء راحت فين؟ العجينة اللي طلعت هاحطها في قلب العجينة اللي هي إيه المتبقية، وطبعًا التانيين هيكونوا ارتاحوا فهيطلعوا معايا سهل جدًا بشكل دايرة. فبلاش تتسرعي زي ما أنا اتسرعت كده، أنا اتسرعت علشان خاطر التصوير وكده. أنتِ بقى إيه سيبيها ترتاح 10 دقايق وبعد كده ارجعي لها سويها. خلّي السمك بتاع العجينة بتاعتِك رفيّع، بلاش يكون تخين ولا إيه رقيّقة، تبقى رقيّقة عشان اللفة بتاعة الكرواسون، ما إحنا مش عاملين توريق ولا عاملين حاجة، علشان تبقى معاكِ هشة وخفيفة. كمان إحنا عاملين الmini كرواسون، عاملين كرواسون صغنّن جدًا، زي ما حضراتكم شايفين في أول الفيديو. خلاص سويتها، هاروح أجيب بقى كده سكينة وقطّعي بالراحة كده بقى عشان الإيه السيليكون بتاعِك ما يتقطّعش. جبت بقى المقطع بتاع البيتزا ده، وابتدي إن أنا أقطّع بقى تقطيع زي ما أنتِ شايفة كده. بُصّي، على قد ما أنتِ حابة تقطّعيها صغيّرة، تقطّعيها كبيرة، براحتك، بس إحنا عايزينها صغيّرة، على قد ما تقدري قطّعيها صغيّرة. طبعًا سهلة جدًا وبسيطة وما خدتش منّي أي وقت. هتحشيه إيه يا نجلاء؟ تقدري ما تحشيهاش حاجة، لو أنتِ هتحطّي عليها شوكولاتة من برّه تقدري ما تحشيهاش، إنّما أنا كان عندي بعض قطع شوكولاتة كده كسّرتها، دي شوكولاتة خام كانت عندي بقى لها مش عايزة أقول لِك بقى لها سَنة، أيام ما كان القالب ب70 جنيه، والله مش عارفة دلوقتي القالب بقى بكام. فخدت مكعب كده قطّعت منّه قطع صغيّرة، وابتديت أحُط مع كل واحدة قطعة شوكولاتة صغنّنة كده. طيب الشوكولاتة بتاعتي مش هتخرج معايا في الزيت؟ لأ مش هتخرج معايا في الزيت. طب أنا مش عايزة أحشي شوكولاتة، عايزة أحشي أي حاجة تانية، والله احشي براحتك، عايزة تعمليه حادق ماشي وتحطي على وشه مايونيز وكاتشب، عايزة تعمليه زي ما أنا عملت كده براحتك خالص. هابتدي بقى أعمله كده بس بلاش تحشيه زبيب وبلاش تحشي سكر وقرفة لإنه هيفك معاكِ في قلب الفرن. بتاخدي بقى أول واحدة كده علشان توسّعي لنفسِك مكان، بنقفل على الحشوة ونقفل على الشوكولاتة كويس جدًا، علشان ما تفكِّش معاكِ، وبنفس الطريقة بتاعة لفة الكرواسون سهلة جدًا وبسيطة. إيه ده يا نجلاء ده صغنّن جدًا، ما هو لسه هيخمر. أنتم ناسيين إن إحنا حاطين معانا خميرة، في ناس بتعمله بBaking powder بس، مش أنا أول حد أعمله يعني، ده هو ما شاء الله ال اليوتيوب مليان، بس في ناس عملته بخميرة، وفي ناس عملته بBaking powder بس، أنا حبيت أعمله بخميرة علشان تبقى العجينة هشة معايا ومورقة من جوّه وتخة كده، ما تبقاش مكتومة. بُصّي بقى بنقفّل على العجينة كويس وباسحب الطرف، وباقوم جاية لافة بصابعي، طبعًا لافة بصابعي ليه مش بإيديّا كلّها، لإن الكرواسونة صغيّرة. بنفس الطريقة وبنعمل كل الكمية كلها قد بعضها، وطول ما إحنا شغالين نعمل إيه، نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى والباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نفسك تطمئن وقلبك يطيب كده، وتبص تلاقي عندك خير وبركة في بيتك وفي أكلك وفي شربك وفي وقتك وفي صحتك وفي كل حاجة. بقفل بقى كويس جدا، وبجيب طبق برشه رشة من الدقيق، وبسيب معايا الكرواسون بلمه كده واحطه معايا في قلب الطبق. ليه رشة من الدقيق؟ عشان ما يلزقش معايا، وباحطه بعيد عن بعضه عشان طبعًا في خميرة لسه الحجم هيتضاعف معايا وهتكبر معايا شوية. طبعًا إحنا في الشتا هنسيبها قد إيه يا نجلاء؟ هتسيبيها نُص ساعة كده، مثلًا لو هتروحي تصلّي العشا، هتصلّي المغرب يعني كان أنتِ كنتِ عاملاها بالنهار أو الصبح، تعمليها بقى كده بالنهار أو بالليل، بتعملي اللي وراكِ وترجعي لها بقى. بنفس الطريقة بافردها زي ما حضراتكم شايفين وطلعت مدورة،
وما فردناهاش بقى كده ولا كورناها تاني ولا حاجة، طلعت ما شاء الله حلوة جدًا. واجيب قطع بقى كده من الشوكولاتة واقطعها واحطها برضه زي ما حضراتكم شايفين، وطبعًا على قد ما بنقدر بنخلي الكرواسون قد بعضه، وخلي بالك من المفرش السيليكون، تقطعي بقى كده بالقطاعة بالراحة عشان ما يتقطعش معاكِ. معايا بقى دي بنتي بقى هتعمل معايا الكرواسون اهو، هي بتلفه لفة حلوة وايديها ما شاء الله سريعة. ادعوا لها بالنجاح، ربنا ينجح اولادكم وينجحهم جميعا. قلت لها يا حبيبة بقى تعالي رصي معايا بسرعة كده لفي معايا، فجت ما كانتش تعرف ان الكاميرا شغالة. ساعة ما عرفت ان الكاميرا شغالة قامت جاية طفياها. بصوا بقى اشركوا ولادكم كده وحببوهم في العجين والمعجنات يساعدوكم ويطلعوا شطار كده، ستات بيوت حلوين كده في المستقبل. خلصت بقى كده وحطيت عليهم الكيس اللي انا كنت مغطيها بالعجين، يعني ما استهلكتش اكياس تانية ولا حاجة، وسبتها ترتاح. رحت بقى صليت العشاء معايا. كان في نفس الوقت حاطه طبق ستيل عادي خالص على كسرونه فيها شويه ميه، بسيح الشوكولاته على معلقتين من الزيت. وده بقى الكسرونه بتاعتي بقى، وهتقولي لي الزيت غالي يا نجلاء، انا بقلي في كسرونه. شايفه الكسرونه دي قد ايه؟ كسرونة صغيرة خدت كوبايتين من الزيت اهمت، وفي نفس الوقت الزيت مش هيترمي. الزيت هتقدري تقلي فيه دونس كمان او حاجة تانية، حلويات تانية يعني. بسيب بقى الزيت بتاعي مش يقدح، لا يسخن. وحطي بقى كده الكرواسون، وساعة ما بتحطيه بيتنفخ خالص معايا، وما تحطيه زيادة عن اللازم زي الدونس كده. بتحطي مثلا قطعتين او 3 وتقومي جاية في ثواني، لان الزيت طبعا كان حامي. وخلي بالك بتقلي بقى كده، وبتخلي بالك ساعة ما بتاخد معاكي لون من تحت بتهدي النار. يعني انت بتقليها على نار هادية علشان تستوي من جوه. لاحظي ان في طبقات عجين ورا بعضها. بجيب بقى كده المصفى بتاعتي اللي انا بقلب بيها كده او المقصوصة، وهبطي بقى الحاجات دي كلها نزليها لتحت كده. نزلي الكرواسون بتاعك لتحت زي ما تكوني بتقلي زلابية. طبعا العجينة بتقوم على الوش. مش عايزة اقولك الزيت اللي انا حطيته بعد ما خلصت صفيته وما برد رجعته في الازازة، والله العظيم انا مش بحب احلف اني ما شربش زيت نهائي، انها ما شربتش زيت نهائي. زي ما حطيت الزيت زي ما شلته. وانتوا هتلاحظوا في قلب القلية هتشوفوا الزيت زي ما هو في قلب الكسرون. طيب الزيت يا نجلاء هتاخد زيت كتير؟ مش تاخد زيت كتير. عندي زيت قليل وعايزة اقلي في حاجة صغيرة، اقلي في حاجة ضيقة. يعني ممكن تقلي في حلة صغيرة اقل من دي كمان. يعني دي مقاس 16، تقدري تقلي في حاجة مقاس 14. تمام كده، تمام. انا كمني مقربه لك الكاميرا يتهيأ لك ان هي كبيره. في نفس الوقت كده هديت النار، وقمت جايه حاطه شويه من الكرواسون. خدت معايا 4 مرات قليه، ال3 كوبايات دول خدوا معايا 4 مرات قليه. ما تكتريش علشان تاخد وتدي مع بعضها وتستوى كويس جدا. في نفس الوقت بنزلها كده عشان تستوى من كل الجناب، زي ما اكون بقلي بقلاوه بالظبط. ساعه ما تاخد لون كده ببتدي ان انا الفها واقلبها وانزلها هبطها لتحت. كل ما تهبطيها لتحت كل ما تاخد لون معاكي ما شاء الله، اللهم بارك، حلو جدا. شايفه بقى اللون الجميل ده؟ طب انا لو حابه اعمل لون فاتح افتح من ده براحتك. حابه تطلعيها فاتحه عن كده طلعيها. انا حبيت اللون الجميل ده، مقرمشه بقى كده من بره وهشه وطريه من جوه، اللهم بارك، حلوه جدا. طيب عملت معايا من تحت كده بعض حاجات سمرة كده، تقدري تجيبي مصفى كده من بتاعة اليانسون ما تكونيش بتستعمليها، وتروقي الزيت بتاعك. يعني ايه اروق الزيت؟ اطلع اي شوائب كده اصفيه يعني وانا شغال. خلص كده واحط بقية الكمية. ما شاء الله ادتني كمية حلوة جدا. بس بقى الحبايب اللي كانوا معملين بقى اللي انا طلعه يدوقوه، اللي انا طلعته ربنا يبارك لكم في حبايبكم يا رب. شوفي بقى كده خلصت الكمية كلها اهيت. طبعا كان في انا بقى بعمل وفي ناس بتاخد بقى من نفس الطبق، فاتلبخت الحاجة وقعت من ايدي. لمي بقى حاجتك كده واسيبها بقى كده معايا على جنب. بعد ما اخلص اسيبها على جنب تبرد. معايا بقى الشوكولاتة اللي انا سيحتها، وكان جاي لنا اسبوع فاخدت الاكياس بتاعته كده وحطيت شوية شوكولاتة سايحة اهو. بس طبعا اكياس السبوع بتبقى ضعيفة، فتحطي الشوكولاتة سايحة بس ما تكونش سخنة قوي عشان ما تعملش الكيس بتاعك، او اي كيس تلاجة يكون صغير عندك. ابتدي بقى احط بقى كده انا سيحت مكعب شوكولاته بني. طبعا فاض منه كتير، انا خدت منه حاجه بسيطه. مكعب شوكولاته بيضه. وقمت جايه واخده من ده شويه ومن ده شويه، وعملت خطوط عشوائيه كده. طبعا بقى ما صبرتش بقى ان انا اسيبها تنشف شويه معايا. ابتديت ان انا اشتغل وارص على طول بيه. ما شاء الله الكيسين والله نفعوني، بتاع السبوع دول اللي بنحط بيهم الفشار وحاجات السبوع دي نفعوا.
حطي بقى خطوط كده عشوائية اهو، حابة كمان تحطي شوية فارماسيليا على الوش تقدري تحطي. طب انا ما عنديش يا نجلاء شوكولاتة خام، تقدري تعملي الصوص الشوكولاتة الاقتصادي، هبقى انزله لكم مرة برضو، وتعملي منه خطوط. عبارة عن ايه الصوص الاقتصادي؟ عبارة عن نص كوباية كاكاو، نص كوباية من الزيت، وبحط عليهم نص كوباية من السكر البودرة، نص كوباية من الحليب، وبضربهم في الخلاط، وبتعملي احلى صوص وباكت من الفانيليا. خلصت بقى، طبعا هي لسه سايحة، هي بعد شوية كانت جمدت. وترصي عندك بقى في الاطباق بتاعتك، اللهم بارك. ما شاء الله اداني كمية حلوة قوي، وما شاء الله مورق. تفتحي الواحدة من دول تلاقيها كلها طبقات طبقات زي ما حضرتك شايف. وبألف هنا وشفا على قلبكم، دمتم بخير وعلى خير في حفظ الله وأمان.